نجرب النهارده مطعم بوديز، مطعم بيعمل فرايد تشيكن. المطعم في ابراج النزهه، ده المنيو بتاعهم. كنت بفكر اجرب وجبه اللي هي المكساوي دي، اللي بيبقى فيها بروست او اللي هي القطع، بيبقى قطعتين مع قطعتين ستريبس، بس سعرها مش منطقي بالنسبه لي خالص. هو معروف في اي مطعم ان القطع اللي بالعظم بتبقى اغلى من الستريبس، تمام. هنا دي وجبه مثلا الثلاث قطع ب 165 جنيه، هنا التلاتة ستريبس ب 115 جنيه، ففي فرق. والوجبتين معاهم نفس الاضافات، كل وجبه بيجي معاها بطاطس وكول سلو وعيش. الوجبه هنا مثلا الاربع قطع ب 215. ازاي الوجبه الميكس اللي بيبقى فيها كلهم اربع قطع، قطعتين اللي هم بالعظم وقطعتين ستريبس، تبقى ب 215 برضو. انت لو جبتهم وجبات مستقله، يعني جبت وجبه القطعتين اللي هي التوينز دي ب 115 جنيه، ووجبه 3 ستريبس مش 2، هيبقى الوجبه دي كمان ب 115، يبقى الاجمالي الاثنين 230 جنيه. يعني هيبقوا اغلى 15 جنيه من وجبه المكساوي دي. بس هتاخد ايه بال 15 جنيه الفرق دي؟ قطعه ستريبس معاها بطاطس كمان زياده وكول سلو وعيش زياده، كل دول ب 15 جنيه بس. فالوجبه المكساوي دي محتاجه يتعدل سعرها، يعني المفروض هي في الطبيعي ما هيعديش ال 200 جنيه. وده اللي انا عملته، جبت الوجبتين دول، وكمان جبت واحد فاير ريزو. دي وجبه الثلاث قطع ستريبس، طلبت الوجبات كلها تبقى سبايسي، معاها بطاطس كميتها كويسه، والبطاطس كانت سخنه ومقرمشه عشان المطعم قريب مني، يا دوب اخدت الاكل وطلعت على طول. قطع الستريبس حجمها صغير، متقطعه شرايح رقيقه قوي، بس طعمها حلو وتتبيلتها حلوه. ده العيش قطعه مع كل وجبه، العيش كان طري تقريبا، كان لسه جاي وانا واقف مستني الاوردر في المطعم. وجايبين كمان 5 اكياس كاتشب تقريبا، ده ديكسي ميلز، براند مصري وجودتهم ممتازه جدا. بس في حاجه، وانا قاعد مستني في المطعم كانوا جايبين شويه بضاعه كده، فكان في كراتين مكتوب عليه هاينز، مش عارف دي كاتشب ولا باربيكيو ولا ايه. اتمنى المطاعم تكمل مقاطعه من كله، ومش مزايدة على المطعم والله ولا حاجة، بس كلنا بنحاول نعمل على قد ما نقدر نعمل اللي علينا. وكل الخامات اللي انت هتستخدمها ليها بدائل مصرية وجودتها عالية كمان. المهم الوجبة بيجي معاها كول سلو، فهو سألني عايز الاتنين كول سلو ولا اجيب لك واحدة تومية وواحدة كول سلو، فاخدنا واحدة تومية وواحدة كول سلو. الكول سلو طعمها حلو جدا مظبوط. دي وجبة الثلاث قطع، دي حجم القطع وسط شوية. نفس المشكلة ان التتبيلة مش واصلة لجوه قوي، فدي نفس الحتة بتاعت مطعم تربو، نفس برضو ريحة الزفارة الخفيفة كده في الفراخ من جوه. وزي ما قلت قبل كده، دي هي بتبقى حاجه، يعني الزفاره الخفيفه دي بتبقى حاجه موجوده طبيعي في الفراخ، ودور اي مطعم بقى ان هو يقدر يتخلص منها. التوميه بتاعتهم ما عجبتنيش، مش احسن حاجه. ده بقى الفاير ريزو، بيجي بصوص سويت تشيلي، وفي عندهم ريزو عادي اللي هو بالباربيكيو. ريزو ده كان طعمه خطير جدا، انا اروح للطبق ده مخصوص، كان سبايسي جدا وتحفه. بس دي كانت تجربه بوديز. سلام.